العربيات دي أنا عايزك تبعد عنها تمامًا وما تفكّرش لحظة إنّك تحُط فلوسك فيها، لو أنت كنت واحد من الناس اللي بيفكّروا في العربية كسلعة استثمارية، مش كسلعة استهلاكية. فالعربيات دي اللي هاقول لك عليها دلوقتي دي عربيات كويسة وزي الفل، ولكن مشكلتها إن بيعها تقيل شوية أو تقيل شويتين، ولكن ده ما يمنعش إنّها عربيات كويسة أو في منها كتير جدًا عربيات اعتمادية. يعني أنا هنا عامل لك لِستة فيها ما يقرب من حوالي 20، 25 عربية. ال20، 25 عربية دول يعتبروا هم أكتر عربيات تقيلة في إعادة البيع في السوق المصري. وأنت كواحد شايف إن العربية أو هتحط فلوسك في عربية كاستثمار، يبقى أنت محتاج عربية إعادة بيعها سريعة ومكسبها كمان كويس بالنسبة لك. فالعربيات دي ابعد عنها. أول عربية معانا هي الMG HS. تاني عربية معانا هي الRenault Taliant والRenault Fluence، يعني من الRenault 2 Taliant وFluence. بعد كده معانا الChevrolet الCaptiva. بعد كده معانا من نيسان جوك ونيسان X-Trail، MG4 وMG7 في ماركة MG4 و7. بعد كده عندنا من أوبل كورسا وأوبل موكا وأوبل كروسلاند. بعد كده عندنا البروتون ساجا، برضو دي من العربيات أو واحدة من العربيات التقيلة جدا في إعادة بيعها. بعد كده عندنا من بيجو 408 وبيجو 508 وبيجو 2008. بعد كده عندنا جيلي، عربيات جيلي بشكل عام حاول تبعد عنها، ممكن يكون في منها موديلات كويسة ولكنها بشكل عام تقيلة في إعادة البيع. عندنا بعد كده عربيات دونج فينج، العربيات دي لسه جديدة أو لسه نازلة السوق المصري جديد، وأنا شايف من وجهة نظري إنها ما حققتش انتشار كافي يخلّيك ممكن ترمي فلوسك فيها، فتستثمر فيها أو تبيعها في أسرع وقت أو تكسب فيها، فحاول تبعد عنها. بعد كده عندنا من سوبارو الXV، عربية محترمة جدًا ولكن برضه تقيلة في إعادة بيعها. العربية دي من العربيات القليلة في مصر ليها زبونها أو ليها اللي عايز يركبها أو يشتريها، فحاول تبعد عنها. بعد كده معانا سوزوكي جراند فيتارا، دي برضه واحدة من العربيات اللي ضعيفة في إعادة بيعها وبرضه ليها زبونها. بعد كده عندنا ماركة سيتروين C4 وC3، العربيتين دول برضه من سيتروين، إعادة بيعهم تقيلة وليهم زبونهم. بعد كده عندنا السانجيونج تيفولي، وعندنا السيات أرونا، وعندنا الفورد فوكس، وعندنا الميتسوبيشي أتراج. وبكده تكون دي لستة العربيات اللي تعتبر إنها عربيات تقيلة في إعادة البيع في مصر. وزي ما قلت ده مش معناه إنه العربيات دي عربيات سيئة أو عربيات وحشة، أنا بس باتكلم إنه حضرتك بتحط فلوسك في عربية كاستثمار، لأ مش هي دي العربيات اللي تنفعك كاستثمار. دي عربيات تركبها، عربيات تعتبر سلعة استهلاكية، اللي هو أنا هاركبها اتبسط بيها، آخد خيرها أيًا كان، لكن مش استثمار. ولو عايزني أأكد لك صحة كلامي ده، تعالَ نبُص مع بعض على السيارات الملاكي الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال شهر سبتمبر. أول 10 مراكز علشان بس أأكد لك صحة كلامي، دي العربيات اللي بتترخص أو أكثر الماركات أو الشركات اللي بتترخص في مصر. المركز الأول نيسان، المركز التاني MG، المركز التالت هيونداي، المركز الرابع شيري، المركز الخامس كيا، المركز السادس جيتور، المركز السابع مرسيدس، المركز الثامن جيفروليه، المركز التاسع سكودا، المركز العاشر BYD. هنا بقى لا هتلاقي رينو ولا هتلاقي سيتروين ولا هتلاقي بيجو يعني. وده برضه مش معناه إن العربيات دي وحشة، بس أنا باكلمك إنه الناس بتشتري الماركات دي، كيا، هيونداي، MG، نيسان، شيري، BYD. العربيات دي بنسميها العربيات الأكثر مبيعًا في مصر، أو الشركات الأكثر مبيعًا في مصر. فلو حضرتك بتفكر في العربية كاستثمار، فمش قدامك غير الشركات دي اللي هي ال10 شركات دي، كيا، هيونداي، نيسان، جيتور، جيفروليه، سكودا، BYD. دي العربيات اللي بتتباع رايح جاي. وبرضه خُد بالك لإنه في بعض العربيات من بعض الشركات دي تقيلة في إعادة البيع، فاسأل الأول قبل ما تشتري العربية لو بتفكّر في العربية كاستثمار. وبس كده، أتمنى ما أكونش طوّلت عليك، سلام عليكم.